السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتسألت كتير جدا جدا، هو بتتعاملي ازاي يا مشاهد مع البط لما بيجي يبيض؟ هوريكم دلوقتي تقسيمة بسيطة جدا لجزء من الطيور. تقسيمة بسيطة لجزء من الطيور. طبعا الأوضة دي بسيب فيها الذكر والنوتي اللي هم لسه مخلصين قايمين من على الركود، او اللي هم بيجددوا ريش وبياخدوا وقتهم على بال ما بيجددوا ريش. وقلت ده لحضراتكم الفيديو اللي فات. حتى لو هتلاحظوا معايا الفيديو ده ان عدد الامهات هنا قل عن الفيديو اللي فات. دي كلها امهات شغاله بالفعل، انما اللي هم لسه جداد بره انا وريتهم لكم قبل كده مع دفعه التسمين. لسه ان شاء الله هعمل لهم اوضه تانية ومكان تاني خاص بيهم، هيبقوا مجموعه كده برضو لوحدهم، مثلا يبقوا 6 نتي معاهم دكارين ان شاء الله باذن الله. قدامهم هيبقى حوالي شهر ويبيضوا. انما دول اللي هم شغالين بالفعل. طيب عدد البط قل هنا ليه يا مشاهد؟ علشان البطه اللي بلاقيها صبت للبيض او بدات تبيض بالفعل بشيلها واوديها الاماكن اللي هي مخصصه للبيض والركود. اذا هنا بسيب اللي هو مخلص بيض، اللي هو بيجدد ريش، وبهتم بيهم جدا جدا. وباكلهم بتاكليهم ايه؟ باكلهم علف 21%، باكلهم دش اصفر، باكلهم عيش، باكلهم ذره عويجه. ده الاكل الاساسي بتاعهم. نسبه كسر فول، نسبة كسر فول. الفول بقشره ولا من غير قشره، بقشره او من غير قشره، اللي يكون متوفر عند حضرتك. خلطة جميلة جدا جدا بتخلي البطة تصب تاني للبيض على طول، وبترجع تبيض بعد اسبوعين يا 3 اسابيع. طبعا عشان الجو ساقع الايام دي والجو شتاء، فشيء طبيعي ان البطة ممكن تتأخر معاكي شوية، يعني ممكن تجيب معاكي شهر مثلا. انما في الصيف بعد 12 يوم، بعد 14 يوم بتلاقيها بدأت ان هي تبيض. وده طبيعي، ايوه ده طبيعي يا جماعة. زي ما البطه الراقده في توقيت الشتاء بتغيب على بال ما بتطلع، برضو بتغيب شويه على بال ما بتبيض. طب هو البط اساسا بيبيض في الشتاء؟ طبعا بيبيض في الشتاء وبيبيض في الصيف. وصورت لكم البط الحمد لله هو مطلع صيف وشتاء. فيا ريت لايكات كتير جدا جدا ودعم من حضراتكم للفيديو عشان الفيديو يعلى بيكم. بشكر كل اخواتي اللي بيشاركوا الفيديوهات حبا في الله. ربنا يجازيكم كل خير ويدومكم نعمه في حياتي يا رب. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمجموعه دي. فدول انا بهتم باكلهم. هنا الميه بتاعتهم، وهنا في جنب الاكل بتاعهم مقطعه لهم برده شويه عيش ان هم ياكلوهم كده. طيب تعالوا نشوف بقى انا عملت ايه. دي هي مجموعه تانية في اوضه تانية لوحدهم خالص، ملهمش دعوه بالمجموعه التانية. ما ينفعش ان انا اسيب دكرين اتنين في نفس المكان، عشان تكونوا برضو عارفين دول صابين للبيض، موسعين للبيض، لسه هيبيضوا. اول لما يجوا يبيضوا ان شاء الله اعمل لهم عشه هناك كده في الزوايا، لكل بطه عشه لوحدها. طبعا الدكر الابيض ده انا قلت لكم انا هذبحه، انا لسه ما ذبحتوش، بس انا فعلا خلاص هذبحه ان شاء الله باذن الله كمان يومين كده، لانه نسبه التكسير او التخصيب عنده، نسبه التخصيب قلت. فبالتالي بدأت الاقي تفاوت في البيض. مش هستنى بقى لغايه ما الاقي البيض كله فاضي. فده بيكون التعامل، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكبر غيره برضه ان شاء الله باذن الله. طبعا في نفس الاوضه دي ونفس المكان في هنا بطه راقده اهي في الزاويه. لفوا معايا كده، انا بحاول استغل المكان على قد ما اقدر. معلش بقى ان انا بلففكم معايا. في هناك في الزاويه كده بطه راقده ورا الباب ده، فاللي بترقد خلاص بحجز عليها باب لوحدها وبحط لها الاكل والميه لوحدهم. عشان ناس كتير قالت لي طب ينفع نربط الذكر في المكان عشان ما فيش مكان تاني؟ مش هينفع. طول ما البطه سامعه صوته هتفضل خايفه. الافضل ان الذكر يطلع بره المكان لما البطه تخلص بيض. طيب بعض الناس برضو قالت لي طب ينفع يا مشاهد البطه قعدت على البيض يوم واتنين وتلاته، او حتى يوم واحد ورجعت قامت من على البيض، ينفع ارص البطه تانية؟ لو هي البطه راقده بقالها كام يوم على البيض وقامت، ينفع ترص البطه تانية عادي، مفيش مشكله. وهيشتغل تحت البطه التانية ان شاء الله باذن الله. بس في ساعتها يعني هي قامت النهارده في دلوقتي ترصهولها في دلوقتي. ما تسيبهوش بقى يومين ثلاثه بره بعدين تقول هبقى ارصه للبطه، لا مش هينفع، لانه هيكون كده بدا يشتغل، هيمشش كده ويسرد ويبوظ. طيب البيض اللي تحت البطه اساسا اللي راقده يعني عمر البيض هيكون مختلف. يعني انت كده كده بالفعل عندك بطه راقده، فالبطه التانية ديت هتكون البطه التانية ديت هتكون ان هي البيض بتاعها هتطلعه بدري عن اللي هترصه لها عادي. برضو ان شاء الله باذن الله هيطلع عشان ما تخسريش البيض. فدي مجموعه هي. هنا بطه راقده لوحدها كان معاها ذكر هنا، واول لما خلصت قمت شايله الذكر من المكان. طيب ينفع اثناء ما اكون البطه بالبيض اسيب مع الذكر بطتين او 3؟ ينفع ان شاء الله. البيض هيكون مخصب، هيكون مخصب او مش مخصب على حسب الذكر نفسه يا جماعه. يعني ممكن انا عندي بسيب مثلا ذكر معاه 3 نوت يبقى الاقي البيض كله مخصب، ممكن الاقي بيضه واحده او 2 مش مخصبين، ممكن ذكر تاني ما كنتش بلاقي تفاوت لو معاه 3 نتي.
ده بالنسبة للذكر. ممكن ذكر تاني تلاقي مع بطة واحدة وفي تفاوت في البيض، ده بترجع للذكر نفسه. فهتعرفي ده ازاي؟ بالتجربة. لازم هتجربي، لازم تجربي مع الذكر بطة 2 عشان تشوفي نسبة التخصيب في البيض. دي ميعاد فحص البيض بتاعها جه ان شاء الله باذن الله، افحص لها البيض بتاعها برضو دلوقتي، علشان لو ما في بيضه مفيش فيها تخصيب اشيلها واستبعدها. طيب هو بالفعل يا مشاهده ناس قالت لي سيب البيض، ما تفحصوهوش ببركته كده وسيبيه ويطلع او ما يطلعش، هو ساعتها اللي يطلع يطلع ولا ما يطلعش ما يطلعش. هو ده صح ولا لازم افرزه؟ لازم حضرتك تفرزيه، لازم تفرزيه علشان البيضه اللي هي مش سليمه دي بتبقى ريحتها وحشه، فبتقوم تأثر على بقية البيض اللي حواليها. ممكن غصب عن البطة عشان هي بيضة مبششة تكسرها، هتتكسر منها. دي لو اتكسرت وحضرتك ما شفتهاش لمدة كام يوم كده بوظت لك باقي البيض كله، بتعمل عليه بقى ريحة مش حلوة وبكتيريا وحاجات كده مش حلوة خالص، بقية البيض اللي حواليها بيبوظ، فده خسارة. لازم تفرز البيض. وكمان بتبقى عبء على البطة ان هي بيضة زايدة في العش بتاعها، وبدل مثلا ما هتقلب 15 بيضة، هتقلب مثلا ايه، بدل ما هتقلب 15 بيضه مطلوب منها تقلب 20 وفي 25. طب انا ليه؟ ما هتاخد من مكان وهتاخد مجهود من البطه. لا لازم تستبعديها. اوضه تانية هي فيها ذكر تاني ومعاه برضو بطتين، عشان بس تعرفوا التقسيمه اللي انا بقسمها. ده ذكر اهو ومعاه بطتين، ادا بطه اهي والبطه هناك اهي، دول لسه مش صابين للبيض دلوقتي. بس انا قلت عشان ما اسيبش الذكر لوحده، وطبعا مش هينفع اسيب دكرين مع بعض في نفس الاوضه، فكان لازم افصل، لازم كل دكر يكون في مكان. فقلت عشان ما اسيبوش لوحده، فقلت اوزع النتي بقى على الدكوره اللي موجوده، وقت ما يبيضوا ان هم يبيضوا ان شاء الله باذن الله يا رب على خير. طبعا لهم اكلهم لوحدهم والميه بتاعتهم لوحدهم، وقت ما يحبوا يبيضوا. انا حتى كنت منضفه الاوضه خالص اهيت، وكنت شايله كل قشر البيض بتاع البط اللي مطلع الايام اللي فاتت، وركنت الطوب كده في جنب، وقت ما احتاجه اعمل بيه عش هرجع ان انا ايه، ان انا اجيبه تاني اعمل بيه عش. فده بيكون التعامل يا جماعه. ان شاء الله باذن الله من الشغل الجديد نسيب برضو دكرين، نسيب دكرين هوريكم كده الشغل الجديد برضو. تعالوا كده معايا، ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب بالخير اللي يملى بيوتنا وبيوتكم. اسعي واجتهدي على قد ما تقدري، هتربي بطه هتربي 2 زي ما ربنا يكرمك ويقدرك ربي. المهم تكوني انك منتجه لبيتك، منتجه لاولادك. لما بتنتجي وبتديه لحد او تبيعيه لحد ان هو يشتغل منه، ما برضو كده انت انتجت لغيرك وللمجتمع اللي احنا عايشين فيه. هنا ده البط اللي هو التسمين، انا لسه ما ذبحتش منه ان شاء الله باذن الله، ان انا هبدا اذبح منه بقى ان شاء الله باذن الله يا رب. ف ده ان شاء الله باذن الله. دول دفعتين بط مختلفين زي ما حضراتكم عارفين. ناويه اسيب الذكر اللي هو الكبير ده ما شاء الله، يعني هسيب اتقل ذكرين فيهم في الحجم والنوتي ان شاء الله باذن الله هسيبهم، وهعمل لهم مكان لوحدهم. طيب كده عدد الذكور عندك هيزيد يا مشاهد. لازم ولا بد يكون عندك اماكن ليهم، يعني لازم يكون عندي مكان ليهم اثناء ما اكون سايبه معاهم النتي، واثناء ما تكون النتي دي ترقد لازم اوفر للذكوره مكان لوحدها بعيد عن النتي برضو. فده بيحتاج مني اماكن، عشان كده هتلاقوني ما بعرفش اربي انواع طيور كتير في المكان بسبب كده، لان انا يعني كل وقتي وشغلي الحمد لله للبط. ف الحمد لله ربنا يكرمنا ويرضينا منهم على خير. دول كانوا دفعتين زي ما قلت لكم فرق بينهم شهر. طيب ممكن من خلال الدفعه الثانيه اللي هي اقل منهم بشهر، ممكن برضو وقتها لما تكبر وتعلى كده قدامي، لو لقيت ذكر مثلا حجمه عالي اشيل منهم ذكر وابدله باي ذكر من اللي موجودين، او اكون جربت الذكرين الجداد دول اللي لسه هسيبهم في الكسر وكون عرفت بيخصبوا ولا ما بيخصبوش، لان وارد تلاقي ذكر ما بيخصبش خالص يكون عقيم، ده وارد وبيحصل. وارد الاتنين يكونوا بيشتغلوا كويسين وزي الفل. فلازم يا جماعه كل حاجه تكون بالتجربه. انا حبيت اصور معاكم الفيديو ده النهارده كده على السريع، مش لازم بقى ان انا اصور بقيه الطيور الراقده، كده كده النتيجه واحده. انا بس حبيت اوصل لكم فكره لو حضرتك عاملاه مشروع على توسع زي ما انا الحمد لله ربنا كرمني ومرضيني، ربنا يعيني يا رب على رزق اولادي ويرزقنا رزق حلال طيب يا رب، اللهم امين. زي ما انا عاملاه مشروع كده، فبالتالي بيكون هو ده التصرف. لازم يكون عندك اماكن علشان ما نجيش نقول ايه. حبيت بقى اكمل لكم الفيديو هنا علشان ما نجيش نقول ده البطتين باضوا مع بعض في نفس المكان وما عنديش مكان ليهم تاني، ده بعمل ايه؟
او انا مثلا البطه رقدت وانا ما عنديش مكان غير الاوضه التانية اللي هي فيها دكر، اودي الدكر اللي كان مع البطه الاولانيه ده فين؟ مش هينفع تسيبي دكرين مع بعض في نفس المكان. ففي حاجات كده لازم تقعدي ترتبي اولوياتك. انا مش عايزه اقول لكم ان انا احيانا كتير بفضل ان انا ارتب افكاري وهعمل ايه مكان ايه، وربنا طبعا هو المستعان وربنا هو المعين، والحمد لله في الاخر ربنا بيلهمنا وبيوفقنا لما فيه الخير ولما فيه الرزق الحمد لله. واي حاجه بتروح من رزقنا خلاص هي مش مكتوبه لنا، بس مش معنى كده ان الحياه هتقف، لا طبعا. وبعدين الطيور دي ارواح يا جماعه، عشان بس الناس تكون عارفة ومستوعبة ان الطيور دي ارواح، يعني ممكن تبقى في ايدك وفي ثانية تروح منك، وده شيء طبيعي ووارد. بس احنا بنحاول ان احنا ناخد بالاسباب ونتعلم من اي خطأ بيحصل مننا، علشان ان هو ما يتكررش تاني. حاجة خارجة عن ارادتك بقى خلاص هو ده قدر ربنا. فالحمد لله، ربنا يكرمنا ويرضى خواطرنا جميعا بالرزق والخير اللي يملى بيوتنا يا رب وبيوتكم، اللهم امين. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.